في يوم الرئيس السادات لقى بنته كاميليا داخله عليه مكتبه وهو سهران وفضلت تهزر معاه. السادات سألها عاوزه ايه بعد ده كله؟ كاميليا اتكسفت وقالت له في عريس جاي لي. الرئيس السادات ابتسم وقال لها مين بقى؟ ردت شاب سوري هيعجبك قوي يا بابا. فسألها وعرفتيه فين الاخ السوري؟ قالت له شفته في بيت الفنان يوسف وهبي وتعرفنا على بعض واسمه نادر بايزيد وعاوز يقابل حضرتك. السادات رحب بالموضوع قوي لان كاميليا كانت صعبان عليه بعد ما جوزها لاول مره وهي لسه ما تمتش 16 سنه من ابن واحد صاحبه، لكن شافت المر معاه لحد ما في يوم دخلت على ابوها وهي مضروبه وبتقول له يعني يا بابا الثلاثه تعريفه اللي كنت هاكل بيهم هيفرقوا معاك بدل ما ترميني الرميه دي؟ وبعدها اتطلقوا. المهم السادات قال لها خليه يجي لي بكره، ونادر راح للرئيس واتفقوا على كل حاجه. وكاميليا وقتها كان عندها 26 سنه وكانت بتحب نادر جدا بسبب وسامته وثقافته لدرجه انه كان بيتكلم 5 لغات. والفرح اتعمل يوم 4 ديسمبر سنه 1975 في قصر فرساي في الزمالك. ويومها الرئيس السادات كان في منتهى السعاده بعد ما حس انه اطمن على بنته الصغيره وتخلص من عقده الذنب بتاعه جوازتها الاولى، والدنيا مشيت كويس. وبعد شويه نادر عمل شركه مقاولات وابتدى يشتغل، وبسرعه الصاروخ شركته كبرت وخدت مناقصات كبيره جوه مصر وبراها، والكل طبعا كان بيجامله عشان سهر الرئيس. وللحقيقه ما كانش عنده مخالفات قانونيه لحد ما عمل مشروعات سكنيه كبيره وجمع الفلوس من الناس مقدمات وخد قروض من البنوك، بس لا سلم الشقق ولا رجع الفلوس وفضل يماطل مع الحاجزين. وكل ده حاصل والرئيس السادات ما كانش على علم بالموضوع لحد ما وصلوا تقرير باللي بيعمله جوز بنته. السادات لما قرأ التقرير انفعل جدا وزعق في وزير الداخليه وقال له ازاي ما اعرفش بالكلام ده غير دلوقتي، وطلب من سكرتير وفوزي عبد الحافظ يجيب نادر من تحت الارض. وحضر نادر لاستراحه القناطر الخيريه والسادات بهدله بطريقه صعبه جدا وامره يرجع الفلوس اللي عليه للناس فورا وباي طريقه، وقال له الفلوس ترجع والا هحبسك بنفسي. ومش بس كده، السادات جاب بنته بالليل وحكى لها كل اللي عمله جوزها وقال لها يا بنتي انا عارف انك بتحبيه بس انا ملك لشعبي قبل ما اكون والدك. فقالت له اللي تشوفه يا بابا، وهنا قال لها هطلقك منه. وده اللي حصل بعدها وتم الطلاق بامر رئاسي. والسادات اصدر قرار بطرد نادر بايزيد من مصر ومنعه من دخول القاهره نهائيا، وانتهى الجواز بعد 2 سنين بالظبط ومن غير اولاد.